الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد مر معنا الكلام عن صفة وضوء المسلم، وأنه لا بد له من النية، ثم بعد ذلك هذه النية هي شرط من شروط الأعمال في جميعها. وهكذا البسملة، إذا ابتدأ الوضوء يبتدئ بالبسملة، وقولك بسم الله، وهذا عندك أكثر العلماء. قال وكذلك يغسل كفيه، وغسل الكفين يكون في وقت واحد، بمعنى يغسل كفيه معا، لا أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى كغسل الأعضاء، وإنما غسل كفيه عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا في وقت واحد. ثم يتمضمض، ومر معنا أن المضمضة إدخال الماء إلى الفم، وينبغي عليه أن يدير ذلك الماء. ثم الاستنشاق، ويكون ثلاثا مع المضمضة ب3 غرفات، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق يمر معنا، فإن فصل فجائز، والأصل ألا يفصل. ثم مر معنا غسل الوجه 3، وحد الوجه، وغسل اللحية، والوجه سمي وجها من المواجهة لأنه يواجه به. ثم قال رحمه الله تعالى ويديه إلى المرفقين 3. اليد إذا أطلقت كما مر معنا في غسل اليدين 3 في بداية الوضوء، أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكفين، يراد بها الكفان، ولذلك قيدت في هذا من أجل التوضيح، فقال ويديه إلى المرفقين، دليل على تقييدها بعد إطلاقها، وأنه ليس المقصود الكف، بل المقصود الكف مع أو إلى المرفق، وهذا كما هو معلوم في نص الآية، وسيذكرها المؤلف: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد، المفصل الذي بين العضد والساعد يسمى مرفق. فإذا غسل المسلم اليد يجب عليه أن يغسلها من أطراف الأصابع مرورا على الكف والساعد وصولا إلى المرفق. وهل يدخل المرفق في الغسل أم لا؟ نعم، لا بد أن يدخل المرفق في الغسل، ولذلك يدخل فيشرع في العضد، يعني يدخل غير العضد حتى يكون قد غسل جميع المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع أي بدأ في العضد. ثبت هذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا يقول العلماء إلى في الآية بمعنى مع، أي
وأيديكم مع المرافق، أي اغسلوا أيديكم وأدخلوا المرافق في الغسل. وهذه يعني لا تأتي بمعنى مع في آيات وفي مواضع، مثل قول الله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، فيكون المعنى وغسل اليدين مع المرفقين، فتغسل اليد وتغسل المرفق. ولذلك تجد بعض الناس هدانا الله إياهم ربما غسل اليد ونسى المرفق، فتجد مكان المرفق هو العظم الفاصل ناشفا، وهذا من أخطاء المتوضئين، من أخطاء المتوضئين. قال رحمه الله يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. انتقل المؤلف كذلك إلى عضو من أعضاء الوضوء، سيأتي معنا يعني هي أعضاء الوضوء، والمقصود بأعضاء الوضوء الأربعة المعروفة: الوجه واليدين للمرفقين، ومسح الرأس والقدمين أو الرجلين. هذه أربعة هي أركان الوضوء، هي أركان الوضوء على التفصيل الذي مر عنه. الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. قال ويمسح رأسه، الرأس معروف، الرأس معروف، فيمسح رأسه. ومسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والمقصود بمسح الرأس أي مسح الرأس كله، يستوعب جميع الرأس، لظاهر القرآن ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عنه أنه لم يمسح يعني أو لم يثبت عنه أنه مسح بعض الرأس، بل مسح جميع الرأس. فإن النبي كان إذا مسح جميع رأسه عليه الصلاة والسلام، من مقدم رأسه، قلنا مقدم رأسه يعني من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد، سواء كان عنده شعر أو لم يكن عنده شعر، سواء كان عنده شعر أو لم يكن عنده شعر. فيعني من بداية جبهته إلى القفاء، إلى القفاء، هذا هو الرأس. ويمسح رأسه سواء كان أصلع أو كان عنده شعر كثيف، فالمقصود مسح الرأس، المقصود مسح الرأس ليس مسح الشعر، سواء كان عنده شعر أو لم يكن، أهم شيء يمسح رأسه. ولذلك جاء مسح العمامة، جاء مسح العمامة، وهذا لأن العمامة في الرأس، وأن العمامة في رأسه، فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب به إلى قفاه. هذا سنة، وللأصل أن يعم جميع الرأس، والمقصود به مسح، والمسح بلل، ولذلك يقولون هو إمرار الماسح على الممسوح، إمرار الماسح على الممسوح، هذا هو المسح ببلل الماء، ببلل إيش؟ الماء. ولذلك من الغلط أن بعض الناس إذا توضأ أدخل رأسه تحت الرشاش ولم يمسح، حجة أنه قد غسل رأسه، يعني شيء زيادة على المسح، شيء زيادة على المسح. لا، أكثر العلماء يقول ما يجزئ، ما يجوز، لابد وإن غسل يمسح كذلك. وإلا لو كان قضية غسل لماذا فصل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الرأس مسح وجعل البقية غسل؟ لو كان مقصود أن كل غسل لغسل الرأس كما يغسل بقية الأعضاء، لكن الله سبحانه وتعالى جعله مسحا، فلا تجعله إيش؟ غسلا. فإذا غسلت رأسك لك أن تغسل رأسك، لكن أهم شيء إذا أردت هذا العضو في الوضوء تمسح عليه، تمسح عليه، والله تعالى أعلم. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه
ثم يعيده إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. قوله إلى قفاه ثم يعود إلى المحل الذي بدأ منه، قلنا هذه كيفية هي سنة، والواجب الاستيعاب، ومرة واحدة هو الواجب أن يمسح مرة واحدة. والمرة الواحدة في جميع الغسلات أو المسح المقصود مرة واحدة في استيعاب المكان. مثلا الإنسان عنده يعني معه يد واحدة، مسح هنا وهذا بقي هنا، بقي أن يمسح الجانب الآخر، فلا يسمى هذه الفعل مرة واحدة، بل بقي مرة أخرى في الجانب الآخر. فلا بد أن يعمم جميع العضو بالمسح أو جميع العضو بالغسل، ولو يضطر إلى أن يجعل ذلك مرتين. مثلا غسل يده مرة واحدة ثم رأى أن بعض الأماكن لم يصلها فغسلها في المرة الثانية، هذا يعد مرة واحدة. هذا يعد مرة واحدة. المرة الواحدة تعميم جميع العضو بالماء، تعميم جميع العضو بإيش؟ بالماء، هذا يسمى مرة واحدة. فهذا المقصود بقوله مرة واحدة. ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، يعني يدخل ويمسح بهما ويمسح بإبهامه ظاهرهما أو ظاهرهما. ثم يدخل سباحتيه، السباحة معروفة يعني الأصابع السبابة، يدخلها في صماخي يعني داخل الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، يمسح بإبهامين ظاهر الأذنين. وهذه كيفية هي مستحبة من فعله عليه الصلاة والسلام. والأصل تعميم مسح الأذن بالماء، والأذن من الرأس، والأذن من الرأس في المسح. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، يغسل رجليه أي قدميه مع الكعبين، وما قال مع، وهنا قال إلى، وهو مع. فقال الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين كما مر معنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجليه شرع في الساق، شرع في الساق أي دخل في الساق فأدخل الكعب. والكعب معروف العظم البارز الذي هو فوق القدم، العظمان البارزان فوق القدم، ولكل قدم أو ساق أو رجل كعبين، كل قدم أو رجل كعبين. فالمقصود أن يغسل جميع القدم بما فيه دواخل الأصابع، ويعني باطن القدم من تحت، ويعمم وينتبه إلى إيش؟ إلى العقاب وهي مؤخرة القدم. بعض الناس يهتم بغسل القدم بظاهرها، فإذا رأى مؤخرة القدم يجدها ناشفة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لا تصل أو لا يصل الماء إلى أعقابهم فنادى ويل للأعقاب من النار في الصحيحين، قال ويل للأعقاب أي لأصحاب الأعقاب الذين لا يغسلونها من النار. وهذا دليل على وجوب غسل مقدمة القدم الذي يغفل عنها كثير من الناس، ويكون غسلها مرة واحدة هو الواجب، ثلاثا هو المستحب. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي معنا إن شاء الله بقية ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.